سبحان الله، الأجواء إيش قد حلوة. في قلب الطبيعة حيث الألوان تنبض بالحياة، دخلت على عالم سحر جمال. دخلت على حديقة الورد، كل زهرة فيها تحكي قصة حب، وكل عطر يلامس الروح قبل أن يلامس الهواء. دعونا نأخذكم في رحلة عبر حديقة تنبض بالعطر والجمال. Och jag vandrade mellan rosornas gränder. Jag tittar på färgernas mångfald. Och jag andas in dess doft som liknar tyst musik som spelas från hjärtat. Rosen är inte bara en blomma, det är ett budskap. Ett meddelande från naturen som berättar för oss att skönhet är enklare än vi föreställer oss. Och att lycka kan finnas i ett ögonblick, i en blomma, eller till och med i ett flyktigt leende. Rosens doft har en magi. En doft som stannar i minnet som en signatur för kärlek och värme. Sedan urminnes tider har rosen varit en symbol för fred, glädje och äkta känslor som inte behöver ord. وعلى خلق لحظة من السلام وسط صعوبة الحياة. الورد يعيد لنا التوازن، يربطنا بالطبيعة ويذكرنا بأنه الجمال موجود بكل مكان. بعالم سريع الخطى، برأيي أني يظل الورد شاهد على الجمال الأبدي. طلعت من حديقة الورد ومشيت باتجاه أجمل إطلالة على مدينة يونشوبينغ، وفجأة اتذكرت أهمية التشجير. لما تهتم الدولة بالتشجير ينعكس ذلك على ثقافة الناس، فيحبون البيئة ويحافظون عليها. يشعر المواطن بالانتماء لجمال بلده، لأن الطبيعة الخضراء تترك أثر في القلب. والتشجير يقلل لك من درجات الحرارة، خصوصاً بالمدن، حيث تعمل الأشجار كظلال طبيعية تقلل لك من ظاهرة الاحتباس الحراري، لأنها تمتص كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون. والأشجار هي رئة الأرض، إذ تمتص ثاني أكسيد الكربون وتنتج الأكسجين اللي جاي نتنفسه. وإحنا ما شاء الله 24 ساعة تلوثات بيئية وغبار وتراب فهذا الشيء يساعدك يقلل لك من التلوث البيئي عن طريق امتصاص الغبار والملوثات. سبحان الله. وفجأة شباب من دون مقدمات ومؤخرات انهمر المطر ليداعب وجهي ويغسل كل ما تبقى من صخب العراق. أقصد الأيام. هنا هرب الجميع، لكنني بقيت هنا
أبتسم وكأن المطر كان يغني لي وحدي. لم تدم اللحظة. بالمباشر شباب. سرعان ما انسحب المطر وخرجت الشمس لتضيء كل شيء من جديد. شباب طلعت الشمس، دقتها مطرة زينة، وهسه الأجواء يا ما شاء الله. شوفوا في دقائق معدودة سبحان الله، الأجواء ايش قد حلوة. شعرت أنني أعيش فصلا كاملا من الجمال.